السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا عارفين ولادنا يطلبوا واحنا ننفذه. طبعا طلبوا مني الكاتشب، قلت لا، انا ما بحبش اعمل اي حاجة فيها مادة حافظة، لازم اعملها لهم في البيت. الكاتشب ده سهل جدا وتعمليه في دقيقة. جبت معلقتين صلصة، انا طبعا الصلصة بتاعتي جايباها وانا حطاها في الفريزر، دي صلصة جاهزة. تمام، صلصة معلبة يعني. جبت معلقتين صلصه، نزلت عليهم زي ما انتم شايفين بمعلقتين من النشا، نزلت عليهم بشويه خل، هنزل عليهم بشويه ملح، شويه فلفل، توم باودر، بصل باودر، ومعلقه سكر. احفظي معايا الخطوات علشان ما تنسيش حاجه من الاضافات اللي انا بقولها لك. معلقتين الصلصه عليهم معلقتين نشا، ملح وفلفل، توم باودر، بصل باودر، معلقه سكر، وهنزل عليهم بمعلقه زعتر وشويه خل. تمام تمام. اعملي الكاتشب بالطريقه دي وهيعجبك جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هيبقى معاكي، يعني مش قادره اقولك، كل حاجه ولادك هيحبوها اما تعمليها في البيت، مش هتشتريها تاني من بره خالص خالص خالص. بعد ما نزلت بالمكونات دي هقلب المكونات كلها في بعضها. طبعا انتي الصلصه بتاعتك لو انتي حطاها في التلاجة من تحت هتبقى سايحه، فمفيش مشكله. انزلي بقى بالميه بتاعتك، كل ده بتعمليه على البارد عشان طبعا النشا ما ينفعش يتحط على النار، هيكلكع منك، لازم تحطيه على البارد. نزلت بالميه بتاعتي، انزلي بالميه واحده واحده عشان ما تحطيش ميه كتير، وابتدي قلبي. طبعا انت ما بتعمليش منه كميه كبيره علشان خاطر لو سبتيه في التلاجة كتير هيبوظ منك، اعملي على قد ما انت بتستخدمي. تمام تمام. انا نزلت عليه بالميه وعلى النار هاديه بقى كده، وابداي قلبي وايدك فيه، بس طبعا انت بتقلبي المكونات دي كلها مع بعضها لغايه لما النشا يدوب على البارد. اي حاجه فيها نشا احنا بندوبها على البارد. بصوا، لغايه لما يوصل يبدا ان هو يغلي من الجناب كده. ايدك فيه، برضو ايدك فيه، ما تسيبوش كتير على النار علشان ما يكلكعش منك. زي ما انتم شايفين، بصوا، اول ما ابتدى ان هو هيبتدي وانت بتقلبي هتحسي ان هو بيتقل منك، كل ما تقلبي تحسي ان هو بيتقل منك. فعايزه اقول لك هتوصلي للقوام، انت هتلاقي القوام بتاعك اللي انت عايزاه، اللي انت بتشتري بيه الكاتشب الجاهز. بصوا، لغايه لما زي ما انتم شايفين كده غلي من الجناب، تيجي بقى ارفعه من على النار، قلبي كده تقليبه، وكده الكاتشب بتاعي كان خلص. عايزه اقول لكم ما فيهوش اي حاجه ولا اي افتكاسه ولا اي حاجه. ليه تشتريه من بره وتجيبي مواد حافظه، واحنا زي ما قلت لكم الحاجه اللي نقدر نعملها في البيت عايزين نعملها. بصوا بقى بعد ما شلته من على النار، بصوا قوامه وبصوا لونه. عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمه ما فيهوش اي اختلاف من عن بره، بل احلى من بتاع بره. يعني انا برجح كده اي حاجه تقدري تعمليها في البيت اعمليها لاولادك، ما تشتريهاش من بره. عايزه اقول لكم كان طعمه جميل جدا وقوامه تحفه، ولا ريحته كانت جميله جدا. طبعا ولادك هيحبوه، هياكلوه مع بطاطس، هياكلوه مع بانيه، هياكلوه مع اي حاجه انت بتعمليها. تمام تمام. لو طريقتي عجبتكم ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.